السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكم الكل. كما راكم الزول في اللون أينما كنتم في الجيري ولا اون في العالم، في كندا، في انجلترا، في فرنسا، في الطليان، في الاسباني، مرحبا بكم وتحية كبيرة لكم. خلاص كما عملكم الحصة تاعنا يا جماعة راهي تحكي على مواضيع مختلفة، ساعات يضحكوا، ساعات يفرحوا، ساعات دينية طلعوا شوية الإيمان، ساعات فقهية بلاك، وساعات وطنية، وساعات تكون اجتماعية. اليوم حنحكيو على موضوع للأسف راح يجرح شوية، بصح لازم نحكيو عليه يا جماعة، لازم، لأنه لاحظت باليوم ما يحكيوش عليه ونديريك يخبيو في الشمس بالغربال كما نقولوا حنا، لازم نحكيو عليه. والوالدين عم بالي كاينين بزاف تاع الوالدين حابين نحكي على الموضوع، موضوع يجرح، موضوع الحبس، لا بريزون. ياه هذا الحبس يا جماعة، المشكلة عم بالكم مش لما تشوفوا في اللاتيلي ولا سيمبول تاع فيرتي لي فيلم وبريزون بريك وما عرفتش الكاتراز ولي كليب، حتى لي كليب عادوا يديروهم في الحبس، شغل انت تشوف الحبس تقول يا ربي وقتها نخش الحبس انا، يا ربي وعلاه هما يخشوا وانا لا. عادوا يا جماعه يزينوا لك في الحبس، وتشوف الحبس في اللي فيلم ولا كاليتي وديك وكل شغل محبسيه كيفاه، تقول انت والله هذا روعه دي الحبس. هي لا يا جماعه، الحبس سورتو في الجزائر راهي حاجه واحده اخرى خلاه، راهي فورماس غير تاع جهنم. شفتوا جهنم وشي ما فيهاش النار برك، كون يطفيوها تولي الحبس في الجزائر. راهي يا جماعه حاجه اخرى خلاص، راهي مش كيما تشوفوا في اللي فيلم تاع الكاتراز ولا بريزون بريك هذاك، كل واحد السيلونه تاعو يدخل في السيلول ويلبس هذيك الجين الازرق هذاك نظيف وعينيه زرق. لا 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 لا، في الجزائر كان واحد البيت تهز 30 ولا 40 عبد، فيها واحد 200 ولا 300 عبد، اون صال كحله ناتنا. تعرفوا نقول لكم سمحوا لي رمضان بصح باش نقرب لي جون ويفهموا وشي هو الحبس، صال ناتنا وحده نتونه ما تقدرش تدخل فيها، صال ما فيها لا سرير لا والو، ورقد في الارض دبر راسك مطارح مفرشه والغاشي فوق بعضاه لهنا، ادخل في هذيك الصاله ربي سبحانه يقدرهم وربي يفتح عليهم، وراح ترقد في صاله واللي يرقد بحداك ما عملكش شكون، اللي يرقد مجانبك ومقابلك وراك وانت وش جايبك لتم، بالك اللي يرقد بحداك سيان صديق ولا يكذب السيد مهبول ولا كريمينال حيجيك النوم وتغمض عينيك والسيد بحداك قاتل ما نعرف شكون، السيده ويلقى ما يلقى كبش يفيوليه، فهمت؟ ايماجيني انت جاي راقد بحداه وانت فشفوش هكا ما تشوف لي كليب تاع الراب وتختار في روحك بوبا ولا كاريس ولا ما نعرف ايه. يا ولدي الحبس راهو جهنم، راح تقعد في بلاصه ياه عم بالكوا عليها ريحه النتونه، خاطرك العباد كيفك ما يقدروش يروحوا لا دوش، يا تعري روحك حاشاك وتدوش، انت مهبول في الحبس مهبول. عندي صاحبي من اللي دخل ما تدوش قال لي مشني مهبول، قال لي كيفاه هذا تما، او خوف رعب، كان يخشوا جماعه ينوضوا يبكيو لما عليهم. راهو حبس يا جماعه، او مش كيما تشوفوه في التيلي، راهو خوف كبير، ويجيو ناس يتبلاو عليك، يجيو ناس يضربوك، وروح اشكي شكون حاجه تسكي العساس يقول قني كل بعضاك جاي في الحبس دبر راسك. كاينين ناس فعلوا فيهم امور يا جماعه ما كان لها نقولها لكم، رانا رمضان ورانا اون فامي وراني نقولها للترهيب، هي حقيقه بس باه يعرفوا لي جون قيمه الحبس. بكري تشفاو كان يقولوا غير الراجل اللي يخش الحبس، تعرفوا هذا المثل يقولوه الدرك، هذيك كانت وقت الاستعمار، كان اللي يكافح على الوطن وكل شيء يخش للحبس ويقولوا الرجال الحبس معمول للرجاله. درك يا جماعه بالك تدخل راجل صح تو ظهرك. كاينه واحد المراه مسكينه ولدها ناض يبكي، قالوا لها خلصي سوارد نعسولك على ولدك، خلصي سوارد كل يوم تبيع في ذهبها، كل شهر تمدزوز 3 ملايين لحاكم الحبس لتما. وما كفاناش وقت باش نحكيو كيفاه السيستم تاع الحبس ماشي، اللي حاكم الحبس السيد تخلص فيه ام الطفل هو يعس عليه، ومن بعديك كي يخرج الطفل وش يقول لهم او صاحبي كان فلان، ما كانش صاحبك، امك مسكينه كانت تخلص في الدراهم باش يعس عليك، وقداه نجان كيما هكا يدخل الحبس وتصبح امه مسكينه تبيع في الذهب باش ما يديروا له والو في الحبس. والناس اللي عقبوا الحبس يعرفوهم بيان، مالا يا اخي خذ حذرك قبل ما تدير اي كاس واي سرقه واي عمله، خمم في الحبس 1000 تخميمه، خاطرك هاد البلاصه لكن دخلت لها بقدرك قليل يا جماعه. سقسيو الناس اللي عقبوا الحبس قليل اللي يخرج بقدره، قليل لا غير الفحل والراجل. ان شاء الله ما تكونش ثقيله عليكم الحصه، بس حيا الوالدين راني درتها في مصلحه اولادكم، غدوه ان شاء الله.